أهلا بكم يا أبطال في حلقة استثنائية فرضتها الأحداث. قرار البنك المركزي الأخير بخفض سعر الفايدة 1% نزل زي الصعقة على ناس كتير، وخصوصا أهالينا والناس اللي معتمدة في معيشتها على العائد اللي بتحصل عليه من البنك. وشفت تعليقات كتير في الفيديو اللي فات بتقول إن القرار ده جه على حساب الغلابة، أو إن القرار ده بيهمل الناس الغلابة ومحدودين الدخل، وخاصة الناس اللي بتتعايش من العائد اللي بيجيلها على الودائع والشهادات اللي حاطينها في البنوك. وناس كمان قالت احنا ذنبنا ايه ان دخلنا يقل في ظل الظروف اللي احنا عايشينها وفي ظل ارتفاع الاسعار والغلاء اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. وتعليقات تانية كتير ما بين مؤيد ومعارض. انا مقدر جدا شعور اي حد دخله اتأثر فعلا، وده حقك المشروع انك تخاف، لكن النهاردة انا مش طالع اقول لك رأي شخصي ولا طالع ادافع عن حد. انا النهاردة طالع بصورة وبزي المحاسب المحايد علشان اوضح لك الصورة الكاملة اللي غالبا الكاميرا ما بتجيبش غير نصها بس. النهاردة هنعرف وبالدليل ليه القرار ده رغم انه مؤلم لكتير من المدخرين وكتير قوي من المستثمرين خاصة الصغيرين منهم، الا انه يعتبر الدواء المر اللي لازم ناخده علشان الاقتصاد ككل يتعافى، وازاي ان التعافي ده هيفيدك انت شخصيا. والاهم من كل ده، ايه البدائل المتاحة دلوقتي علشان تعوض 1% اللي راحت منك؟ كوباية الشاي المظبوطة بتاعتك او كوباية القهوة زي ما بتشرب يعني، وركز معايا قوي علشان الكلام اللي جاي ده فيه مستقبل فلوسك. علشان نفهم صح لازم الأول نجاوب على السؤال اللي محير ناس كتير، وهو ليه البنك المركزي عمل فينا كده؟ هل هو فعلا بيغض الطرف عن الناس البسيطة ومحدودين الدخل؟ بص يا صديقي، الاقتصاد ده عامل زي ميزان ليه كفتين. الكفة الأولى فيها محاربة التضخم وغلاء الأسعار، والكفة التانية فيها النمو وتشغيل المصانع وزيادة الناتج القومي. البنك المركزي لما رفع الفايدة لمستويات قياسية قبل كده كان مضطر يستخدم فرامل الطوارئ علشان يوقف التضخم وغلاء الأسعار، وده نجح جزئيا. لكن الاستمرار في الفايدة العالية دي لفترات طويلة ده بيمثل خطأ وخطر قاتل كمان على الاقتصاد القومي ككل. ليه بقى؟ أولا تكلفة الديون العالية. الدولة نفسها والشركات والمصانع لما بيجوا يقترضوا علشان يشتغلوا بيلاقوا الفايدة نار، فالمصنع بيقفل أو بيضطر يقلل العمالة أو بيضطر يلجأ لأساليب تانية علشان يقلل التكلفة، وقد يكون من ضمنها تقليل الجودة بتاعة المنتج نفسه، أو إنه ما يقدرش إنه يفتح خطوط إنتاج جديدة لأن تكلفتها هتكون عالية. وكمان الأبحاث المستخدمة في تطوير المنتجات هيتم ركنها على الأرفف وفي إدراج المكاتب. ليه؟ لأن ده في حد ذاته هيعتبر مجازفة في الوقت الحالي، لأن تكلفة تشغيل أو تجربة الأبحاث دي هيكون غالي ومغامرة بالنسبة للشركات والمصانع، فبالتالي هتقف. المهم إن النتيجة في الآخر هتؤدي إلى زيادة البطالة وزيادة الركود، والفكرة دي بالذات شرحناها بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت، هتلاقيها ظهرت قدامك دلوقتي في علامة الآي، ما تنساش تبقى تشوفها. ثانيا بقى خنق السوق. طول ما الفلوس محبوسة في البنوك مش هيكون في حركة بيع وشراء حقيقية، وده هيوقف حال البلد. وكمان البنك المركزي لما رفع الفايدة الفترات اللي فاتت كان في هدف أساسي ضمن الخطة التنموية للاقتصاد القومي ككل. ايه بقى الهدف الأساسي ده؟ الهدف ده هو استقرار سعر الصرف، يعني استقرار سعر الجنيه مقابل سعر العملات الأجنبية ومن أهمها الدولار، وده نجح جزئيا بالفعل. والدليل على كده إن الفترات اللي فاتت في سنة 2025 لاحظنا استقرار مستمر في سعر الصرف،
بالنسبة للجنيه مقابل سعر الدولار. طيب ازاي الاستقرار ده حصل؟ علشان بس نبقى فاهمين، البنك المركزي لما بيستخدم سياسة رفع سعر الفايدة علشان يوازن ما بين العملة المحلية والعملات الأجنبية زي الدولار، بيستخدم خطتين أساسيتين ومكملين لبعض. الخطة الأولى هي خطة الإغراء بالجنيه، أو ممكن نسميها سياسة الجزرة. البنك المركزي لما بيرفع سعر الفايدة فكأنه بيوجه رسالة مهمة جدا للمدخرين والمستثمرين، وهي إن الاحتفاظ بالجنيه في البنوك هيكون مربح جدا مقابل العائد المغري ده، وإن العائد المرتفع ده اللي بياخده المستثمر أو المدخر بيعوض التضخم وبيخلي الجنيه وعاء استثماري جذاب بالنسبة للمستثمرين والمدخرين مقارنة بالعملات التانية، ومن أهمها الدولار واللي بتكون الفايدة بتاعتها أقل بكتير. الخطة التانية هو إنه بيخلي الدولار مكلف، ودي ممكن نسميها سياسة العصا أو سياسة المعاقبة غير المباشرة. إزاي الكلام ده؟ عايزين نفهم. لما الفايدة بتكون عالية فكأن البنك المركزي بيعاقب المدخرين بفرص ضايعة أو بتكلفة عالية أو بتكلفة الفرص الضايعة الكبيرة. إزاي برضو؟ نمرة واحد، تكلفة الفرصة البديلة. الشخص اللي بيحتفظ بالدولار تحت البلاطة ده ما بيكسبش عائد منه زي لو حط فلوسه مثلا في البنك، لكنه لو حول الدولار ده لجنيه وحطه في البنك هنا بقى هيستفيد بسعر الفايدة العالي ده، وده في حد ذاته بيمثل وسيلة ضغط على حامل الدولار علشان يبيعه ويستفاد بالفايدة العالية. نمرة 2، تصعيب الاقتراض للمضاربة. ازاي؟ طبعا احنا عرفنا ان رفع الفايدة بيخلي القروض مكلفة جدا، وده بيكون عقبة امام التجار والمضاربين انهم ياخدوا قروض بالجنيه علشان يشتروا بيها دولار ويخزنوه، لان ساعتها هتكون الفايدة العالية اللي بيدفعوها للبنك هتكون اكبر من اي مكسب بيحققوه من ارتفاع سعر الدولار. يعني كان من ضمن الاهداف الاساسية الفترة اللي فاتت من سعر الفايدة المرتفع هو تقليل الطلب على الدولار وزيادة المعروض منه في السوق، لان ساعتها الناس هتبيعه علشان تحط فلوسها في البنوك علشان تستفاد بالفايدة العالية اللي كانت موجودة، وده نجح جزئيا بالفعل الفترات اللي فاتت، ولاحظنا استقرار متواصل لسعر الدولار، وده في النهاية بيؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتقليل الفجوة ما بين السوق الرسمية والسوق الموازية. إذن خفض سعر الفايدة الحالي بمقدار 1%، ده رسالة معناها ايه بالظبط؟ معناها يا سيدي ببساطة ان الدولة بتقول كفاية انكماش ويلا نشتغل بقى. فلما الفايدة تقل تكلفة القروض على الشركات والمصانع هتقل، فالإنتاج هيزيد والمعروض من السلع والمنتجات هيزيد، وده بدوره هيؤدي إلى إن الأسعار هتستقر أو هتنخفض بشكل حقيقي مش وهمي. أضف إلى ذلك إن خفض سعر الفايدة ده بيؤدي بالتبعية إلى تقليل الدين وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، لأنه هيقلل تكلفة القروض اللي بتاخدها الدولة من البنوك، فساعتها هتقدر إنها توفر سيولة تستخدمها في خدمات تانية تهم المواطن. يعني الهدف الأساسي هنا من تخفيض سعر الفايدة مش هو إنه يأذي المدخر أو المستثمر الصغير، أو إن القرار ده بيتغافل أو بيغض الطرف عن الناس البسيطة والمستثمرين الصغيرين ومحدودين الدخل، لكن الهدف بلغة الاقتصاد هو إنقاذ السوق من الركود، وعلشان ولادك لما يتخرجوا يلاقوا فرص عمل وما يلاقوش أبواب المصانع متقفلة. دي النظرة الكلية اللي لازم تكون عندنا، ودي الأبعاد الاقتصادية اللي لازم كلنا نحطها قدام عينينا ونعرف إزاي نتكيف مع الأمر الواقع. وده التحليل الاقتصادي البحت اللي اجتهدت فيه علشان أقدر أوصله لكم بأبسط صورة ممكنة بصرف النظر عن التأييد أو المعارضة لأي قرار. يعني لو سألت الاقتصاد بلغته وأرقامه عن اللي بيحصل في الوقت الحالي هيقولك نفس الكلام ده، لأن دي لغة الاقتصاد الموحدة.
طيب نيجي دلوقتي للكلام العملي. القرار ده أثره إيه بالظبط على فلوسك اللي في البنك دلوقتي؟ أولاً أصحاب الشهادات ذات العائد المتغير للأسف دول أول ناس اتأثروا. العائد المتغير مربوط مباشرة بسعر الكوريدور في البنك المركزي. بمجرد ما نزل 1%، العائد على شهاداتك نزل 1% برضه. فلو كنت بتقبض مثلا 2000 جنيه من الشهادة بتاعتك، فالرقم ده أكيد هيقل بنسبة الخفض ده. ثانيا صناديق الاستثمار النقدية زي صندوق يوم بيوم مثلا. الصناديق دي بتستثمر في أذون الخزانة والودائع قصيرة الأجل، فبمجرد خفض الفايدة فالعائد اليومي للصناديق دي هيبدأ ينخفض تدريجيا. هي بالفعل ما زالت أفضل من الحسابات الجارية وحسابات التوفير العادية، إلا إنها ما بقتش الدجاجة اللي بتبيض دهب زي الأول. ثالثا أصحاب الشهادات الثابتة القديمة. لو أنت كنت مشتري شهادات قبل كده بعائد ثابت فما تقلقش، العقد شريعة المتعاقدين، والبنك ملزم يديلك نفس الفايدة لحد انتهاء مدة الشهادة. لكن خلي بالك الشهادات الجديدة اللي هتصدر الفترة الجاية هيكون العائد بتاعها أقل، فلو معاك كاش دلوقتي لازم تفكر بسرعة. السؤال المهم والأهم بالنسبة لنا دلوقتي، أروح فين بفلوسي علشان أعوض الخسارة دي؟ طالما الفايدة بدأت في رحلة الهبوط فلازم إننا نغير استراتيجياتنا من الدفاع إلى الهجوم المحسوب. تعالوا نشوف إيه هي البدائل اللي ممكن تكون متاحة ومناسبة في الوقت الحالي. أولا صناديق استثمار الدخل الثابت، دي تعتبر من أهم وأأمن البدائل المتاحة في الوقت الحالي. وتعال اقول لك على السر اللي فيه ناس كتير ما تعرفوش. الصناديق دي بتستثمر في سندات طويلة الاجل، والقاعدة الذهبية بتقول ان لما الفايدة بتنزل فقيمة السندات دي بتزيد. طيب انا كمستثمر صغير عايز اعرف وافهم ازاي السندات دي قيمتها بتزيد رغم ان سعر الفايدة بينزل، وازاي اقتنع ان صناديق استثمار الدخل الثابت دي ممكن تكون بديل كويس في الوقت الحالي. بص يا سيدي، هقول لك تحليل فني شوية وهحاول ابسطه لك على قد ما اقدر. في علاقة عكسية بتحصل ما بين سعر الفايدة وما بين الصناديق دي. تعالوا نبسطها في 3 خطوات. رقم 1، ميزة السندات القديمة اللي فيها العائد العالي. لما المركزي قرر انه يخفض سعر الفايدة فهتبص تلاقي ان السندات الجديدة اللي هتطرح جديد في السوق هيكون العائد بتاعها اقل طبقا للفايدة الجديدة. وفي الحالة دي يا باشا هتبقى السندات القديمة اللي بيمتلكها السوق بالفعل واللي تم اصدارها باسعار فايدة مرتفعة قبل كده، دي هتكون اكثر جاذبية للمستثمرين. ليه؟ لأنها هتدر ربح أعلى من السندات المتاحة والموجودة في السوق في الوقت الحالي واللي هي اتعدلت بناء على الفايدة الجديدة. نمرة 2 بقى إن زيادة الطلب على السندات دي هيرفع من سعرها بسبب تميز السندات القديمة بالعائد المرتفع بتاعها. هنا هتبص تلاقي إن المستثمرين بيتهافتوا على شراء السندات دي من سوق التداول، وتبص تلاقي إن السندات دي كأي سلعة بيزيد الطلب عليها هيرتفع ثمنها، وبالتالي هيرتفع سعر السند فوق قيمته الاسمية. تالت حاجة بقى هتكون في إعادة تقييم أصول الصندوق. صناديق الدخل الثابت بتقوم بإعادة تقييم الأصول بتاعتها على حسب القيمة السوقية للسند في الوقت الحالي، وبما ان اسعار السندات اللي بيمتلكها الصندوق فعلا ارتفعت في السوق بعد خفض الفايدة بسبب زيادة الطلب عليها، فده هيؤدي الى ان القيمة الاجمالية لاصول الصندوق هتزيد، وده هينعكس مباشرة على ارتفاع سعر وثيقة الصندوق وعلى ارتفاع ارباحك انت كمستثمر في الصندوق ده. لو تهت
مني فهتفهمها بالمثال الجاي. تخيل مثلا ان معاك سند بيدي فايدة 10%، وبعد فترة البنك المركزي قرر انه يخفض سعر الفايدة زي ما هو حصل دلوقتي، وبقت السندات الجديدة في السوق بتدي 8% بس. دلوقتي يا باشا السند القديم بتاعك اللي بيدي 10% أصبح كنز بالنسبة للمستثمرين في الوقت الحالي، ولو قررت إنك تبيعه فالمشتري هيقبل على أي حال إنه يدفع مبلغ إضافي فوق قيمته الإسمية علشان يستفيد بالعائد المرتفع اللي هياخده من السند ده. أهو المبلغ الإضافي اللي أنت خدته من السند ده اسمه أرباح رأسمالية للصندوق، وده اللي الصناديق بتحققه وبتستفاد بيه فعلا بسبب خفض سعر الفايدة. بس خليني أقول لك على ملحوظة مهمة جدا، وهي إن كل ما بتزيد مدة استحقاق السندات اللي بيمتلكها الصندوق كل ما هيستفيد أكتر من خفض سعر الفايدة ده، وحساسية ارتفاع سعر الوثائق بتاعته هتكون أعلى، لأن السندات دي هتكون مدتها طويلة وهيفضل مالك السندات دي بيستفيد بالعائد الأعلى طول ما السندات دي شغالة. يعني الصناديق دي في الآخر مش بس هتديلك عائد الكوبون، لكن دي كمان ممكن تحقق لك أرباح رأسمالية نتيجة ارتفاع قيمة السندات اللي معاها. الصناديق دي بقى هتكون اختيار مناسب وبديل ممتاز في الوقت الحالي بالنسبة للناس اللي عايزة عائد معقول ودرجة مخاطرة قليلة جدا. تاني بديل معانا هو البورصة المصرية والاستثمار في الأسهم. وقبل ما تقلق من كلمة بورصة وتخاف وجسمك يكش، تعالى مع بعض نفهم الدنيا بتمشي ازاي في الوقت الحالي. اولا لازم تعرف ان خفض سعر الفايدة ده يعتبر اكسجين بالنسبة للبورصة، بيخلي البورصة ترجع تتنفس تاني وتشم نفسها من جديد. لما سعر الفايدة يكون قليل فالشركات والمصانع هتاخد قروض بسعر أرخص، ولما الشركات والمصانع هتاخد قروض بسعر أرخص هتقدر إنها تشتغل أكتر وتوسع من إنتاجها وتعمل خطوط جديدة وتطور منتجات جديدة، وهتوسع بالفعل من دايرة الإنتاج بتاعتها، وهتبدأ كمان إنها تحسن من جودة المنتجات دي. ولما كل ده بيحصل أرباح الشركات والمصانع دي هتبدأ تزيد، ولما أرباح الشركات والمصانع دي هتزيد سعر أسهمها اللي في البورصة هتبدأ ترتفع. طيب المطلوب مني أنا أعمل إيه دلوقتي؟ ركز على القطاعات اللي هتستفيد فعلا من خفض سعر الفايدة ده، زي القطاع الصناعي والعقارات لأن الناس هتبدأ ترجع تشتري تاني، وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والاستثمار في الوقت الحالي في صناديق الأسهم المتوازنة ده ممكن يكون في حد ذاته قرار حكيم خاصة في الوقت الحالي، لأن في الظروف اللي زي دي الأصول فعلا بتتقيم بأقل من ثمنها الحقيقي، فدي هتكون فرصة للمستثمرين الأذكياء إنهم يقتنصوا الأصول دي ويقتنصوا الفرص دي في تحقيق استثمارات هتدر عليهم دخل وأرباح كويسة جدا في المستقبل. وفي فيديو شرحنا فيه بالتفصيل إزاي إنك تستثمر في أسهم البورصة من خلال صناديق الاستثمار، هتلاقيه ظهر معاك دلوقتي في علامة الآي، وهسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. تالت بديل معانا هو الذهب والاستثمار في الذهب، وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن الذهب وسعر الفايدة دول ضراير علاقتهم مع بعض علاقة أعداء. لما الفايدة بتنزل فجاذبية الذهب نفسها بتزيد لأن تكلفة الفرصة البديلة بتقل. طيب ببساطة يعني إيه الكلام ده؟ وأنا أستفيد منه إزاي؟ ببساطة شديدة جدا، الذهب والاحتفاظ بالكاش في البنوك اللي بيمثل سعر الفايدة دول بيتنافسوا على جذب أموالك واستثماراتك. طيب إيه الفكرة في كده؟ نمرة واحد، لازم نعرف إن الذهب ده يعتبر مخزن للقيمة مش بيدر دخل دوري. الذهب بالظبط عامل زي ما يكون عندك عقار بس انت مش بتأجره. العقار ده بيحتفظ بقيمة أموالك مع الزمن، وفي نفس الوقت قيمته وسعره بيزيدوا مع مرور الوقت، لكن مش بيديلك عائد شهري أو فايدة شهرية مقابل الاحتفاظ بيه، وده لأنك مش بتأجره. الموضوع ده بينطبق بالظبط على الذهب. نمرة 2،
ايه هي تكلفة الفرصة البديلة اصلا؟ المصطلح ده ببساطة معناه ايه هي الحاجة او الفرصة اللي ضاعت عليا مقابل ان انا احتفظت بالذهب وسبت البنك. هنقول مثال، لو الفايدة مثلا كانت عالية وكانت مثلا 25%، فهنا تكلفة الفرصة البديلة هتكون غالية جدا. ليه؟ لأن أنت كده خسرت فايدة ومكسب 25% ربح مضمون كل سنة مقابل احتفاظك بالذهب. وهنا هتبص تلاقي ان الناس بتهرب من الاحتفاظ بالذهب علشان تحط فلوسها في البنوك وتستفاد من سعر الفايدة العالي ده، والعكس صحيح. لو كانت الفايدة منخفضة وكانت مثلا 15%، فهنا تكلفة الفرصة البديلة هتكون رخيصة شوية، بمعنى انك مش هتخسر كتير يعني لو سبت البنك علشان تحتفظ بفلوسك في صورة ذهب، لان في الوقت ده البنك مش هيوفر لك عائد عالي، والذهب هيوفر لك الحفاظ على قيمة الاموال بتاعتك. وده معناه ان البنك مش هيقدم لك بديل مغري عشان تسيب الذهب وتروح له. ده ببساطة مصطلح تكلفة الفرصة البديلة. تالت نقطة، ليه هم اصلا ضراير؟ لما الفايدة بتنخفض هنا بتضعف جاذبية البنوك، فالناس والمستثمرين هيضطروا انهم يدوروا على مكان تاني زي الذهب علشان يحافظ لهم على فلوسهم واموالهم. لكن في حالات زيادة سعر الفايدة فالبنوك في الوقت ده بتكون هي البطل، والمستثمرين هتبيع الذهب علشان تحط فلوسها في البنوك. يعني انت كمستثمر بتسأل نفسك، هل الفايدة بتاعت البنك هتعوضني عن مخاطرة عدم امتلاك ذهب؟ لو الاجابة وده لأن سعر الفايدة هيكون عالي، فهنا احنا هنبيع الذهب، ولما كلنا نبيع الذهب هيزيد المعروض منه، ولما يزيد المعروض منه هيقل ثمنه في السوق. لكن لو الإجابة لا، وده لأن سعر الفايدة هيكون منخفض، فهنا احنا هنشتري الذهب، ولما كلنا نشتري الذهب هيزيد الطلب عليه، ولما يزيد الطلب عليه هيزيد سعره. لكن الذهب بيظل هو المخزن الآمن للقيمة، ومع بداية دورة خفض الفايدة محليا وعالميا فالذهب هيبدأ ياخد وضعه الطبيعي في الصعود. يا جماعة الاقتصاد عبارة عن دورات، سايكلز. احنا كنا في دورة التشديد والفايدة العالية، ودلوقتي بدأنا ندخل دورة التيسير والنمو، والمستثمر الشاطر هو اللي بيعرف يركب الموجة، مش اللي بيقف قدامها يندب حظه. لو انت كنت معتمد كليا على العائد اللي بيجيلك من البنك في المعيشة، فحاول انك ما تكسرش شهاداتك القديمة، لكن اي سيولة جديدة ابدأ انك توزعها بحكمة. فلو انت بتستثمر للمستقبل فالوقت ده كويس جدا للانطلاق للاستثمار في الأصول زي الأسهم والعقارات والذهب، لأن الكاش والنقدية كاستثمار قيمتها بتقل مع انخفاض سعر الفايدة، زي ما شفنا كده في الانخفاض اللي حصل للودائع والشهادات في البنوك. لازم نعرف ان الدولة بتحاول تحرك عجلة الانتاج، وده في النهاية بيصب في مصلحة قوة العملة وتوفير السلع والمنتجات. ولو بصيت هتلاقي ان ده هو الاهم بالنسبة لك انت من رقم الفايدة العالي اللي بياكله التضخم. وزي ما شرحنا قبل كده اننا لما بنيجي نحسب العائد الحقيقي على استثماراتنا بنطرح معدل التضخم من العائد الاسمي او الفايدة الاسمية اللي بنحصل عليها، وبالتالي لما بتنخفض قيمة التضخم فالرقم اللي هنخصمه من العائد الاسمي اللي بنحصل عليه هيكون قليل، وبالتالي العائد الحقيقي بتاعنا هيزيد. لازم نحاول ندي نفسنا فرصة اننا نبص على نص الكوباية المليان ونبطل تركيز شوية على نص الكوباية الفاضي. اتمنى اني اكون قدرت اطمنكم واوضح الصورة الكاملة بدون تجميل وبدون تشاؤم. ولو ليك اي سؤال او استفسار في البدائل اللي احنا قلناها وشرحناها سيبهولي في الكومنتات تحت وان شاء الله هنرد عليه. وما تنساش تشارك الفيديو علشان غيرك يستفيد ويفهم الصورة الكاملة صح. دمتم في امان الله وفي ارباح دائما.